اللي مجربش يا جماعة طاجن اللحمة بالبصل بتاعي فاتوا كتير جدا. اللحمة دايبة دوبان مش طبيعي، والطعم فعلا ولا اروع من كده. تعالوا بينا نشوف هنعمل الوصفة التحفة دي ازاي. بس قبل ما ابدأ انا مروة، ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وفعلي الجرس وقوليلي من اي بلد كمان انتي بتتابعيني. ولو الوصفة عجبتك ما تنسيش تكتبيلي في الكومنتات وتعملي لايك في الفيديو. تعالوا بينا نشوف هنعمل العظمة دي ازاي. كل اللي هحتاجه مقدار البصل قد مقدار اللحمة. يعني ايه؟ يعني انا هستخدم كيلو من اللحمة فهستخدم كيلو من البصل وهكذا. تمام كده؟ ما تستغربوش كمية البصل. هبتدي اقطعه بالشكل ده. اللحمة بتكون مقطعة متوسطة وتكون ملبسة شوية. معلقتين كبار مليانين من الزبدة اسيبهم يسيحوا كويس جدا، وببتدي انزل بقطع اللحمة بتاعتي. عايزه اديها صدمه واشوحها شويه كده في الزبده، عايزاها تتطعم بالزبده وتقفل كل الانسجه بتاعتها علشان تبقى جوسي من جوه كده وطريه مش ناشفه. الخطوه دي مهمه جدا. تمام كده. ده بيكون شكلها بالظبط. في المرحله دي ببتدي انزل بكيلو البصل اللي متقطع جوانح عندي. ما تستغربوش خالص كميه البصل. هنزل كمان بمعلقه مليانه كبيره من السكر، وهبتدي ان انا اغطي على النار. يعني اغطي على الحله مش اقل من ساعه الا ربع، تاخد وتدي مع نفسها. البصل هيتكرمل وهيبقى لونه ذهبي كده، لونه يجنن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اللحمه استوت تقريبا 3/4 سوا، والبصل اتكرمل زي ما انتوا شايفين. زودت شويه من الميه علشان ابتدي اسويها فيها. هحط التوابل بتاعتي في المرحله دي. ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود زيهم من البهارات، ومعلقه صغيره مليانه من الملح، وبس كده. هنقلب كويس جدا وببتدي احضر الفخار بتاعي او الطاجن وببتدي انزل بيه. بصوا هي شكلها كده يجنن، وريحتها بقى ما اقولكوش حكايه. مختلفه تماما عن كباب الحله على فكره. ببتدي بقى احطها في الطاجن بتاعي بالشكل ده. مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره في المرحله دي. لو حسيتي انها محتاجه شويه ميه زودي شويه ميه، مفيش اي مشكله خالص. تمام كده. لو الفخار بتاعك مفيهوش غطا تقدري تغطيها بفويل، اهم حاجه تغطيها كويس جدا. في الرف الاخير بتاخد تقريبا من ساعه لساعه وربع على نار هاديه بقى كده هتستوي. بصوا الجمال، خطيره. الريحه ما اقولكوش حاجه كده من الاخر تفتح النفس على الاخر. تجنن بجد. الصوص ده اصلا بيتاكل وبيبقى طعم احلى من اللحمه بكتير. عشان كده قلتلكوا زودوا مقدار البصل، يعني البصل قد مقدار اللحمه. عايزه بقى اقول لكم بقى بتتاكل ازاي. انا عن نفسي من هواة ان انا اكلها بالعيش، بس سخنه وعماله تقع مني. مش عارفه امسكها خالص من السخونه بتاعتها، بس على مين هتتاكل هتتاكل. ده بيكون شكلها خطير يا جماعه، والصوص شايفين يجنن بجد. حكايه من اطعم طرق اللحمه اللي ممكن فعلا تجربوها. عملت معاك وصفات كتير ليها، بس دي اكتر حاجه انا بحبها. جربوها ومنتظر رأيكم ان شاء الله وصوركم في جروب التطبيقات بتاعي. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير، وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني. حابه جدا اتعرف عليكم وبحاول ارد على كل الكومنتات. ميرسي جدا لكل الكومنتات الحلوه اللي بتشجعني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.